السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواجهتكم بواحد الوصفه قد ما هي بسيطه قد ما هي بنينه هايله. يلا تبعي معايا. واهم حاجه انها سهله، يعني في قادره في 45 دقيقه الوجبه تاعك تكون واجده على الطابله تاعك. يلا تبعي معايا الاخير تكتشفي كيفاش حضرته. اول حاجه نبدا بها، عندي هنا كميه تاع البطاطا، عندي هنا 3 حبات تاع البطاطا اللي كنت قشرتهم قطعتهم هكذا ونديرهم يغلوا. انا ما نديرش الملح في الاول، ندير في الاخر هكذا باش ما نغلطش ونملحها. اذا نديرها حتى طيب ونصفيها. من بعد ما طابت البطاطا وصفيتها ها هي معنا وهي سخونه، واش ندير لها؟ ندير لها قطعه نتاع فرماج طري، ولا عندك يعني فرماج بورسيون ديري. ندير حوالي مغرفه كبيره نتاع لا مارغرين ولا زبده، يعني مادام راهي سخونه. ندير لهم شويه نتاع فلفل الكحل وندير الملح لاني غليتها بلا ملح. ندير لها كميه نتاع الملح، نزيد لها شويه نتاع راس الحانوت. هذا واش نحتاجو في التوابل، فلفل الكحل وراس الحانوت. وهي سخونه نطحن كل شيء هكذا. الفرماج راح يذوب والزبده تذوب، ويعني ندو كامل البنه تاع التوابل اللي درناها. هنايا البطاطا معنا واجده، نخليها هكذا تبرد شويه ونوجدو الحشو. بعد هنا عندي مقله درت فيها كميه نتاع الزيت، وراح ندير فيها بصله اللي تكون متوسطه وقطعتها رقيق. اذا نديرها هكذا في المقله نخليها تدبر شويه. بعد نضيف عليه حوالي هكذا 2 فصوص تاع الثوم اللي رايحه نسكرفجهم، يزيدوا يتقلاو هكذا مع بعض. داك الثوم مع البصل عطينا بنه، ونزيد عليهم كميه نتاع لا فيوند هاشي. كما تقدري ديري دجاج مطحون، انا اليوم درت فيوند هاشي هكذا كميه راح تكفي فقط باش يجينا لو بلا تاعنا بنين. من بعد راح ندير لهم كميه نتاع الملح ونفس التوابل اللي درناهم في البطاطا اللي هو فلفل الكحل وراس الحانوت. يعطينا بنه ويعطينا لون. نعرفوا انه راس الحانوت فيه التوابل، اذا نخلطوه هكذا مليح حتى يطيب لنا هذاك اللحم. ودائما اللحم لا فيوند هاشي ولا الدجاج كي طيبوه ما تخلوش حتى ينشفوا مليح هكذا باش يبقى لنا بنين، وفيه هذاك لو جو تاعو، هذيك لاصوص القليله تاع البنه تاع اللحم ولا تاع الدجاج. اذا ها هو معنا بعد ما طاب، ما خليتوش نشف بزاف. في هذه المرحله نطفي عليه. البطاطا راهي بردت، عندي هنا امول صغير يدخل الفوق دهنته بالزبده. بعد واش ندير؟ نحكم هذيك البطاطا نجرب كيفاش نقسمها على 4، لانه البلاطو تاعي صغير. مثلا درتي بلاطو مستطيل كثري البطاطا وديريها على 6، يعني دوك على حساب المول تاعك. اذا نقسمهم هكذا على 4 خبزات، هكذا 4 كرات عفوا، ونحط كل كره في الربع. هذيك هي يجونا 4. والبطاطا كي تبرد يعني تقدري تحكمي فيها بهذه الطريقه. بعد نحكم هكذا مغرفه نتاع الحطب ونسيي كيفاش نهبطها هذيك الكره، وندير فيها هكذا فتحه في الوسط، نديرهم كامل في 4 كيف هذه الفتحه اللي راح ندير فيها هذاك اللحم اللي طيبته ولا الدجاج ولا والله تقدري ديري مام غير بصل وطوماطيش وتجيك بزاف بنينه. اذا نخدمهم هكذا بالمغرفه. بعد هذاك الحشو اللي طيبته ها هو معنا، نقسمه على هذوك الكرات اللي درناهم، ويعني ونحسنوا هاد الوصفات اللي نديروهم بالخف يساعدونا بزاف ويجوا بنانه هاك. بعد واش ندير؟ هنا عندي الكريمه السائله لا كريم فريش. كيما تقدري ديري اون صوص بيشاميل. دوك هنا لك الاختيار، انا نحب ندير هكذا يعني على السريع، ندير عليهم هكذا شويه نتاع يعني حوالي واحد ميم با كاس الا ربع راح تكفيك. ندير على الوجه كميه نتاع الشيدر. انا في ليغراتان دائما نقول لكم نحب الشيدر، نشريه بالميزان ونخليه في الدار، نخليه غير ليغراتان. اذا ندير هكا على الوجه غير شويه يعني رايحه تكفي، يعني ماشي شرط نكثروا هكذا. اذا وندخلها للفرن
غير تتجمر فقط ونحيها. شعلها من فوق ومن تحت، مش رايحه تطول لانه كلش طايب. ونخرجها ونعاود نرجع لكم ونشوفوها واجده معنا. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. كي خرجتها من الفوق رشيتها بشويه نتاع المعدنوس باش يبان الشكل تاعها شباب. هذا ما كان. شوفوا الوصفه تاعنا كيفاش جات، ريحتها ريحه في الدار. هذاك الشيء ديال لا فيون داشي، البطاطا، الفرماج، يعني واحد التناغم رائع. راح نقسم لكم منه شويه هكذا باش تشوفوا. البطاطا شوفوا كيفاش تجمرت في الطرف، شوفوا جات طريه. شوفوا الداخل هذاك لا فيون داشي تحسوا انه معسل الداخل لانه درنا لا كريم فريش، ما يجيش ناشف ويجي تحفه 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 تحفه. ما عليكم غير تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.